عارفين الشعور بتاع انت ليه عملتي كده؟ ليه ما تمسكتيش بيا؟ ليه ما حسستنيش ان انا حد مهم في حياتك؟ ليه حسستيني ان انا مجرد حاجة بتروح وبتيجي، مش مهمة عندك زي ما انا كنت بقدراكي؟ ده كنت بعتبرك اغلى من اختي. ازاي جالك قلب تأذيني كده؟ ازاي هان عليكي انك تأذيني كده؟ انا لو كان في ايديا اعمل اي حاجة عشانك كنت عملتها، عشان اشوفك مبسوطة، عشان اشوفك مرتاحة، عشان انتي كنتي بالنسبة لي غالية قوي. انتي عارفة، لما الكلام وصل لي بعد ما صداقتنا انتهت، حسيت ان الناس دي بتكذب، وانك استحالة تقولي عليا كلام وحش كده. لما عرفت انك انتي كنتي السبب في كل اذية اتأذيتها، انا ما صدقتش ان انتي تعملي فيا كده. كل ده عشان ايه؟ كل ده كان ليه عملتي فيا ده؟ اظن ان كلنا مرينا بكل الاسئلة دي قبل كده، وده اختبار مهم جدا بنعدي بيه تقريبا كلنا، وهي خسارة أقرب صديقة لينا، أو حد احنا كنا بنعتبره زي أختنا، أو واحدة من عيلتي، أو واحدة من قرايبي، أو واحدة أو واحدة أو واحدة. كان بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا، وللأسف ربنا شاء إن أنا أختبر في صداقتي ليها. تمام. أنا عارفة إن دي كلها أسئلة مهمة، كلها بتراودنا بشكل أو بآخر، وكم وجع مشاعر وتفكير وضغوطات وحاجات كتيرة قوي بتيجي وبتروح من كم الأذية اللي كلنا تعرضنا لها في الصداقة دي، سواء من ناحيتنا أو إحنا أو من ناحيتهم هما. بس هل كم الأسئلة دي في الأساس أصلا هينفعنا بحاجة؟ خلينا صراحة من غير ما نجمل أي حاجة. خلينا نطلع شوية بره دور الضحية. دور الضحية اللي خلينا نسأل كل الأسئلة دي، ونشوف نفسنا دايما إحنا الملاك اللي بجناحات، اللي دخل في صداقة أو عمر أو أيام طويلة جدا مع حد أذانا بشكل صعب جدا من غير ما يقدر أي حاجة. أولا خلينا متفقين الإطار بره دور الضحية هيمشي إزاي. أول حاجة خلينا متفقين إن العلاقات طرفين، أنا والشخص اللي قدامي. لو الشخص اللي قدامي أذاني بفعل ما، وانا استحملت الفعل ده وعديتهوله، قلت معلش اهي صداقتنا والبنت دي زي اختي، وانا لازم استحملها ولازم اعدلها كل حاجة هي بتعملها في حق. حاليا لو جينا بصينا من ناحية دور الضحية، لما نيجي نفتكر كل الكلام ده، انا استحملتك كتير، انتي اذيتيني كتير قوي، سامحتك وقفت جنبك وحاولت اعديكي بكل الطرق واخليكي دايما شخص كويس. تفتكروا ان دي حاجة وحشة، ولا احنا فعلا عايشين دور الضحية؟ الموضوع ما فيه زي ما قلت، العلاقة طرفين. لو هي كانت بتغلط في حقك طول الوقت وانت كنت بتعدلها عشان خاطر تقفي جنبها وتاخدي بايدها لو هي عندها مشكلة وانت مدركة ده، زي ان البنت دي بتعاني من اساءة ما في فرد من افراد عيلتها، البنت دي بتتعرض للتنمر، عدت بمصايب كتيرة او مشاكل كتيرة في حياتها، فانا لازم اقف جنبها، تحسسيها ان انا الشخص الصح، اختك اللي واقفة في ظهرك عشان تقدري تعدي كل حاجة انت عديتي بيها. حاول افكرك ان ده مش دورك، والله زي ما سمعتي كده، ده مش دورك. مش دورك تلعبي دور الشخص المنقذ، مش دورك تطلعيها من كل اللي هي عدت بيه، مش دورك تستحمليها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، مش دورك، عشان انتي بتتأذي. لو طلعنا بره دور الضحية وقلتي انا استحملتك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، دي مش مشكلتها هي، دي مشكلتك انتي، دي مشكلتك انتي. عادي ان احنا نستحمل لما حد يكون عندنا الشخص اللي قدامنا فيه مشكلة، والشخص ده بيحاول يبقى شخص احسن، ساعتها احنا بنبتدي نستحمل حاجات صادرة منه، لان مش طبيعي ان الشخص ده يتغير من مرة واحدة، لا الموضوع بياخد فترة. لو الشخص ده بيحاول، احنا بنحط حدود للشخص ده اولا في تعاملنا معاه، عشان خاطر اي حاجة بنشيل منها الحدود، ساعتها احنا بنبتدي نأذي نفسنا وبنأذي الشخص ده.
مش بنبتدي نعلمه ان هو ازاي يبقى شخص احسن، لا احنا بنبتدي نأذي نفسنا وبنبتدي نأذي الشخص ده. بنعلمه ازاي يبقى شخص مسيطر علينا وشخص مؤذي اكتر في حقنا. تمام، طلعنا بره دور الضحية وعرفنا حاجة دلوقتي. عرفنا ان الحدود كانت مهمة جدا في علاقتنا بصحابنا. ضروري جدا نستحمل صحابنا لو بيتغيروا وهم عايزين يتغيروا بناء على محاولاتهم هم، واحنا عشان احنا اصحابهم المفروض نقف في ظهرهم ونسندهم بس بحدود. والموقف لما بيتكرر مرة بنعاتب وبنتكلم فيه وبنحط فيه حدود ان الموقف ده ما يتكررش تاني. والشخص لو عايز يتغير فعلا هيقولك ايه الطريقة اللي انا اقدر اعملها عشان اتعامل بشكل احسن، وكده هتبقى انت فعلا بتساعديه يتعامل بشكل احسن سواء معاكي او مع غيرك. طب ايه اللي نقدر نوصله من كل الكلام ده؟ اللي نقدر نوصله من كل الكلام ده ان دور ضحية عمره ما هيعلمنا حاجة. طول ما احنا قاعدين بنسأل وطول ما احنا قاعدين مكاننا الصحبة دي عملت ليه كده، الصحبة دي عملت ليه كده، المفاجأة، لا والله العظيم بجد المفاجأة، بصي كده، بصي، لا انا عايزاكي بس انت ماشية في طريق بتقولي لو وليه، عشان خلي بالك بس عشان انت في خازوق جاي، في خازوق جاي على سرعة 200 كيلومتر في الثانية، جاي يلبس في وشك هو و60 خازوق تاني جايين. وده ليه؟ هل علشان احنا ليه غلابة وليه بيحصل فينا كده؟ عشان نكمل تاني في دور الضحية ونقعد نسأل نفسنا اكتر؟ اه والله ربنا مش جايبنا الدنيا دي عشان نتعذب او نتعب اكتر بناس غلط تدخل حياتنا. الفكرة وما فيها ان ربنا حط العلاقة دي في حياتك او الصداقة دي في حياتك علشان تتعلمي تحطي حدود، عشان تتعلمي تعرفي ايه الاشخاص المناسبة ليكي وايه الاشخاص اللي لا، عشان تتعلمي ازاي تحترمي نفسك وتحترمي الناس وتحترمي حدودك مع الناس دي اولا واخرا. والصداقة دي هتفضل تتكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة مع كل شخص انت هتقابليه، وفاكرة ان كده ربنا بيعوضك بالاشخاص دي. ابسولوتلي لا، انت كده بتكرري نفس الدايرة تاني وبتكرري نفس المحاولة تاني من اشخاص مؤذية هيقدروا يؤذوكي بنفس الطريقة مش اكتر ولا اقل. فالمهم اتعلمي من اللي انت عديتي بيه، ما تعيشيش في دور الضحيه، اتعلمي تعرفي ايه حدودك وتحترميها. فلانه دي لما كانت بتعمل كذا كان بيضايقك وانت ما بترضيش تتكلمي فيه، اعرفي ان ده حد. الحاجه اللي بتضايقك اعرفي ان ده حد، ولما تلاقيها بتتكرر تاني في اي صداقه او في اي تعامل بينك وبين اي شخص تاني حطي الحد ده واتكلمي بمنتهى الاحترام، انا ما بحبش كده، انا ما بتقبلش كده، من فضلك ما تعاملنيش بالطريقه دي. اتعلمي تحطي حدود وتعلمي تعرفي انت بتقبلي ايه وما بتقبليش ايه، دي حاجه مهمه جدا. تاني حاجة اتعلمي تكتبي كل حاجة انت عديتي بيها في الصداقة دي بينك وبين صاحبتك. ده اول حاجة اظن ان انت المفروض تعمليها. جيبي ورقة وقلم او افتحي كاميرا فيديو كده او افتحي فويس نوت واقعدي اتكلمي مع نفسك، اقعدي تتكلمي مع نفسك، قولي لنفسك عاتبيها، قولي لها انت ليه عملتي كده، انا كنت كذا 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 كذا، كل الكلام ده، بس مش بهدف دور الضحية. انت بتعملي ده عشان تشوفي تخرجي كم المشاعر اللي جواكي اللي انت حبستيها من عتاب انت كان نفسك تقوليه، طلعيه في فويس نوت او طلعيه على ورقه او اتكلمي في فيديو وشوفي نفسك بكل ملامحك بكل انكسارك بكل وجعك، طلعيه بينك وبين نفسك. وبعد كده ابتدي شوفي انت ايه الحاجات اللي وجعتك او كسرتك من البنت دي، وابتدي بقى ساعتها اشتغلي على الاوجاع دي، ابتدي تشتغلي على لا انا المفروض كنت احط حدود هنا، المفروض فعلا صح هي عملتني بالطريقه دي، البنت دي اتكلمت عليا وحش بعد ما صداقتنا انتهت، هل انا مطالبه ان انا اتاثر؟ لا ده طبيعي، هي بتتكلم من وجهه نظرها هي ووجهه نظرها هي عن اللي كان ما بيننا، متوقع عن ان واحده كانت بتاذيني بالطريقه دي ان هي تتكلم عليا بالطريقه دي، لا المفروض احط حد ان ده ما يضايقنيش. وطبيعي ان المفروض لما بننهي علاقتنا بحد لو حصل اي كلام بعدها ما نتضايقش ونحاول نتخطى كل اللي احنا عدينا بيه، وابتدي اسالي نفسك وابتدي جاوبي على الاسئله دي واحده واحده، هتبقي زي الفل و100 فل و14. بس المهم تبقي انت احسن حاجه هتعدي عليك الدنيا كده. واخيرا بعرفك ان الشعور ده لو جالك انت اقوى من اي حاجه.